السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد الذي سنتحدث فيه إن شاء الله عن حل أسئلة الدرس الأول. في البداية سنقرأ السؤال الأول أسئلة الدرس. ما المقصود بنظام الاستشعار عن بعد؟ طبعا نظام الاستشعار عن بعد سنجد الإجابة موجودة في صفحة رقم 6 من الكتاب المدرسي. ها هي الإجابة: نظام الاستشعار عن بعد هو النظام الذي يمكننا من الإحساس بالظروف والعوامل الخارجية البعيدة بواسطة تقنيات حديثة، ومن الممكن إبداء رد فعل تجاه هذه الظروف والعوامل. إذن نظام السؤال الأول: نظام الاستشعار عن بعد هو النظام الذي يمكننا من الإحساس بالظروف والعوامل البعيدة بواسطة تقنيات حديثة. إلى هنا ممكن أن يكون يكفي هذا التعريف. طيب، نأتي إلى السؤال الثاني. نعود إلى الأسئلة. السؤال الثاني يقول: ما هي أبرز مكونات نظام الاستشعار عن بعد وكيف يعمل؟ نبدأ بالشق الأول: ما هي أبرز مكونات نظام الاستشعار عن بعد؟ طبعا مكونات أي نظام هي عمليات، مدخلات، عمليات، مخرجات. إذن بالنسبة لمكونات نظام الاستشعار عن بعد هي كالتالي. طبعا كما تحدثنا أي نظام يتكون من مدخلات وعمليات ومخرجات. إذن مدخلات، المدخلات طبعا وهي وحدات الإحساس، طبعا تقوم بإدخال البيانات. بعدين عندنا عمليات، وهذه هي وحدات معالجة. طبعا وظيفة وحدات المعالجة تقوم بمعالجة البيانات التي تم قراءتها وإدخالها بواسطة أدوات الإدخال. إذن تقوم بمعالجة البيانات التي تم قراءتها وإدخالها بواسطة أدوات الإدخال. ثلاثة اللي هي المخرجات. طبعا المخرجات هي وحدات إخراج. طبعا هذه وحدات الإخراج تقوم بإخراج النتائج والمعلومات بعد معالجتها. طبعا بعد ما نعالج البيانات تخرج لدينا معلومات. إذن وحدات الإخراج وهي تقوم بإخراج النتائج والمعلومات بعد معالجة
البيانات. هنا كيف تعمل الشق الآخر، وهي كيف تعمل كما تحدثنا، كيف يعمل هذا النظام. طبعا المجسات تستشعر الظروف والعوامل المحيطة بها، بعد ذلك تقوم بإرسال إشارات كهربائية قابلة للقراءة، ثم يتم معالجة هذه البيانات بواسطة وحدات المعالجة، وبعد ذلك يتم إخراج النتائج. إذا نكتب الإجابة: المجسات تستشعر الظروف والعوامل المحيطة وتقوم بإرسال إشارات كهربائية قابلة للقراءة، ثم يتم معالجة البيانات بواسطة وحدات المعالجة، وبعد ذلك يتم إخراج النتائج. السؤال الثالث: عدد 5 من الأجهزة البيتية التي تدخل المجسات بشكل أساسي في عملها. طبعا لدينا الكثير من الأجهزة، بإمكاننا أن نعدد 5 أجهزة. مثلا المكواة. طبعا المكواة عندما تسخن وتصل إلى درجة حرارة معينة يتم إيقاف عملية التسخين، وبالتالي تعتمد على مجس درجة الحرارة أو منظم الحرارة. أيضا لدينا نظام التدفئة المركزية، أيضا نفس الفكرة، يقوم بتدفئة المنزل عند درجة حرارة معينة، وبعد ذلك تقف عملية التدفئة وعملية التسخين. أيضا لدينا شاشة اللمس في الهاتف، أيضا تعتبر مجس، ويعمل المجس فيها بشكل أساسي، ولا يمكن ولا يمكنها العمل بدون هذا المجس. بعد ذلك لدينا الثلاجة، أيضا نفس الفكرة، تقوم بتبريد الثلاجة حتى تصل إلى درجة حرارة معينة، بعد ذلك تقف عملية التبريد. آخر شيء لدينا وهو سخان الماء الكهربائي، أيضا يقوم بتسخين الماء حتى يصل إلى درجة حرارة معينة، بعد ذلك تقف عملية التسخين. السؤال الرابع وهو السؤال الأخير: وضح المبدأ الذي يقوم عليه نظام الاستشعار مقارنة بنظام الإحساس في جسم الإنسان. سنقوم بعمل جدول حتى تكون لدينا الإجابة واضحة. هنا سنكتب وجه المقارنة، هنا سنكتب نظام الإحساس في الإنسان،
هنا سنكتب نظام الاستشعار في الآلات. طبعا لدينا الإدخال. في الإدخال تقوم الحواس باستقبال الظروف من البيئة المحيطة. أما في نظام الاستشعار في الآلات تقوم المجسات باستقبال الظروف من البيئة المحيطة. تقوم المجسات باستقبال الظروف من البيئة المحيطة. إذن هنا الفرق أن في نظام الإحساس لدى الإنسان لدينا حواس، وهي التي تقوم باستشعار الظروف أو بالإحساس بالظروف المحيطة بالإنسان. أما في نظام الاستشعار بالآلات المجسات هي التي تقوم باستقبال أو باستشعار الظروف والعوامل المحيطة في الآلة. العمليات. طبعا هنا تنقل البيانات التي تم تجميعها إلى الدماغ لتتم معالجتها وإخراج المعلومات والنتائج. أما في الآلات فتنقل البيانات التي تم تجميعها إلى وحدات المعالجة التي هي بدورها تقوم بمعالجتها وإخراج النتائج والمعلومات. إذن هنا تنقل البيانات التي تم تجميعها إلى الدماغ لتتم معالجتها وإخراج النتائج والمعلومات. أما في نظام الاستشعار في الآلات تنقل البيانات التي تم تجميعها إلى وحدات المعالجة لتتم معالجتها وإخراج النتائج والمعلومات. إذن هنا الفرق لدينا في الإنسان الدماغ، أما في الآلات وحدات معالجة مثل المعالج أو وحدة المعالجة المركزية. آخر شيء الإخراج. طبعا تقوم وحدات الإخراج في الإنسان التي هي من الممكن أن تكون مثلا الأطراف، اليد، القدم أو اللسان. الأطراف برد الفعل مثل حركة معينة أو كلام معين. طبعا بناء على إيش؟ بناء على ما خرج من عملية المعالجة.
أما في نظام الاستشعار في الآلات تقوم وحدات الإخراج التي هي طبعا في الآلات اللي هي ممكن أن تكون مثلا ضوء أو محرك إلى آخره، برد الفعل مثل تشغيل دارة أو إخراج صوت أو إضاءة ضوء إلى آخره. طبعا بناء على إيش تم إخراج هذه الأشياء؟ بناء على ما خرج من عملية المعالجة. وهكذا نكون أنهينا إجابات الأسئلة. في حال لم تفهموا أي إجابة بإمكانكم السؤال على المجموعة أو على الصف الافتراضي، وبإذن الله سنوضح الإجابة بشكل أفضل. وأشكركم على المشاهدة، وإلى اللقاء في درس آخر.